حاجة كويسة، نوع كويس، والزيت كمان ميبقاش ليه طعم، يكون نوع حلو. انا بعمل الفطيرة دي من 3 طبقات، عملت طبقتين وبعمل التالتة اهي. بحط بقى كله كده في قلب بعضه اهو زي ما احنا شايفين، وبقفل عليها العجينة. وبالراحة وانت بتفردي الفطير، عشان انا محتاجة الفقاعات اللي بتظهر فيه ديت، وده دليل على نجاح الفطير. بالراحة خالص وانت بتفردي. دي بقى انا هدخلها التلاجة وهعمل التانية. لازم تخش التلاجة كده ترتاح شوية عشان تعرفي تفرديها بسهولة. وانا كده بعمل الفطيرة التانية.